يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. من فترة كبيرة جدا ما عملتش فيديوهات كبيرة أو فيديو يوتيوب عن سماعة، ولكن السماعة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة فعلا كانت تستحق ان يتعمل لها فيديو، لانها سماعه سعرا وكواليتي بتديك افضل قيمه مقابل سعر. والسماعه من شركه اسمها كيو سي واي. الشركه موجوده من زمان وانا بستعمل منتجاتها من زمان جدا، ولكن هي بقت مركزه في السوق بقوه دلوقتي. ويلا بينا نبدا الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش لايك، شير، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ويلا بينا. دي سماعه كيو سي واي ارك بادز لايت، السماعه الاقتصاديه اللي فاهمه تركيبه ودنك. حجم السماعة صغير جدا، وزنها خفيف جدا. وزن السماعة بيوصل ل 4 جرام، اللي هو وزن ورقة فلوسكاب، من الورق اللي بتكتب فيه حاجاتك ده. وزن الورقة دي 4 جرام، السماعة في ودنك نفس الوزن. فسماعة خفيفة جدا، وفيها حاجة غريبة مش هتلاقيها في سماعات كتير. هتحس ان السماعة ذكية بدرجة انها فاهمة ودنك، يعني قادرة تديك درجة الصوت على الحجم بتاع سمعك، او الحجم اللي هي شايفاك بالذكاء الاصطناعي بتستخدمه. ففعلا السماعه هنا بتقدم قيمه كبيره جدا مقابل سعرها. بالاضافه لده عندك سماعه بتقعد معاك 32 ساعه ببوكس الشحن، تشغيل مستمر. يعني لو انت بتتعامل طلعت بره البيت وهتقعد يومين ولا حاجه، السماعه هتكفي معاك لحد ما ترجع وتقدر تشتغل بيها عادي جدا. كمان في هاي فاي ساوند علشان يديك افضل تجربه صوتيه نقيه جدا ومتلائمه مع درجه سمعك، ويديك عزل كويس قوي عن الخارج وانت بتسمع اي حاجه في السماعه. كمان عندك بلوتوث 5.3 علشان يديك افضل تجربه توصيل، والسماعه تشتغل معاك على مسافه طويله وتقدر تتعامل معاك، ما يبقاش فيه اي تقطيع في الكونكشن بتاع السماعه. مقاومة مية بمعيار IPX4، وده علشان يحمي السماعة لو انت رحت بيها الجيم في شوية عرق، حصل مطرة، نزل مية على السماعة، ما تبقاش قلقان والسماعة تشتغل معاك كويس. وده يعتبر من الحاجات الكويسة ان السماعات الاقتصادية يبقى فيها مقاومة مية. بالاضافة كمان لمحبي الالعاب، عندك نسبة الليتنسي في السماعة بتوصل ل 0.068. يعني انت بتتكلم في ليتنسي قد يكون مش موجود. ده للناس اللي بتحب الالعاب هتفهم اللي انا بقوله ده كويس قوي، لان معظم السماعات الاقتصاديه اللي بيبقى سعرها في افريج تحت ال1000 جنيه او في حدود ال1000 جنيه، وتيجي تلعب جيم فبتلاقي ليتنسي او تاخير صوت ما بين الواقع اللي بيحصل واللي انت سامعه. فهنا السماعه بفضل التكنولوجيات والذكاء الاصطناعي قادره تديك افضل نسبه تاخير ممكن تاخدها في الفئه الاقتصاديه دي. ولما اتعملت تجربه على السماعه بتقدر تشغل لحد 500 اغنيه على الشحنه بتاعتها. تقدر تشغل لحد 7000 دقيقه ريلز، مثلا بتتفرج على ريلز. السماعه نفسها بتقعد معاك 4 ساعات، وبعدين بتحطها في البوكس. تقدر تكرر العمليه دي، بنتكلم مثلا في 6 7 مرات، لان البوكس بيشحن السماعه وقت طويل. فتقدر تديك توتال استخدام 32 ساعه. فليتنسي قليل مع بطاريه قويه بتاعت السماعه، الناس بتوع الجيمز هيتبسطوا قوي. خلونا برضو نتكلم عن تصميم السماعه. السماعه جايه فعلا بحجم حبه الفول الكبيره شويه. سماعه وزنها خفيف جدا، بنتكلم في 4 جرام. بوكس شكله لطيف وحجمه صغير جدا. السماعه بتديك قيمه كويسه قوي لسعرها. وكمان هنا تباين الالوان اللي بين الاسود المطفي والاسود اللامع اللي موجود في شكل السماعه مديها قيمه سعريه وقيمه شكليه كويسه جدا. فانت هنا فعلا بتاخد شكل واداء. وكمان بيجي لك جوه السماعه طقم رابر كده علشان لو انت عاوز تغير على حسب حجم ودنك. واخيرا عندك الابلكيشن بتاع السماعه موجود على الاي او اس وعلى الاندرويد. تقدر تتحكم في السماعه في كل حاجه، درجه البيز، نسبه العزل، تتحكم في تشغيل السماعه اليمين بشكل، السماعه الشمال بشكل. يعني في تفاصيل كويسه جدا جوه الابلكيشن هتخليك تتحكم تحكم كامل في السماعه. سعر السماعه تقريبا تحت ال1000 جنيه، وهسيب لك لينك الشراء لو عجباك السماعه تقدر تشتريها بسهوله. سماعه ممتازه لكل حد بيدور على سماعه خفيفه وادائها قوي في فئه اقتصاديه ما تعديش ال1000 جنيه. سماعه كيو سي واي ارك بادز لايت هتكون اختيار مناسب ليك جدا، وخصوصا ان ليها وكيل معتمد في مصر وليها فتره ضمان. بشكركم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتات. اشوفكم في فيديوهات جايه. سلام.